حد قالك قبل كده إن السعادة قرار، وإنك ممكن تبقي أسعد واحدة في العالم من غير ما يتغير أي شيء حواليكي؟ في الفيديو ده هقولك على 8 أسرار بسيطة، بس لما تعرفيهم وتعيشي بيهم هتكتشفي إن السعادة كانت بين إيديكي طول الوقت. بس يا ريت فضلا وليس امرا نحط كلنا لايك للفيديو علشان ينتشر ويروح لاي حد محتاجه، ويا ريت نتابع الفيديو للنهاية علشان اوعدك بعد الفيديو ده حياتك هتتغير 180 درجة للافضل. يلا بينا. السر الأول: توقفي عن مقارنة نفسك بغيرك، لأن المقارنة هي أسرع طريق للتعاسة. كل واحدة فينا ليها ظروفها وليها طريقها، ليها اختيارها الخاص. ركزي على رحلتك انت بس، وافرحي بإنجازاتك مهما كانت بسيطة. السر التاني: الامتنان اليومي. ابدأي يومك ب3 حاجات انت ممتنة لربنا بيهم، واحمديه واشكري فضله عليهم، زي مثلا صحتك، أولادك، حتى مجرد فنجان القهوة اللي بتشربيه في هدوء. الامتنان بيبرمج مخك على التركيز في النعم بدل النقص اللي انت دايما شايفاه في حياتك. السر الثالث: تقبلي نفسك بعيوبك. انت مش محتاجة تبقي مثالية علشان تتحبي او تكوني سعيدة، انت محتاجة تبقي حقيقية صادقة متقبلة لنفسك، لان الراحة بتبدأ لما تبطلي تحاربي نفسك. السر الرابع: نظمي وقتك بذكاء. الضغط والتشتت من أكبر أسباب الحزن. اعملي جدول بسيط خلي فيه وقت لنفسك، حتى لو نص ساعة في اليوم، تقري أو تتمشي. وقتك مش لازم أبدا يضيع في الفوضى. السر الخامس: خدي بالك من صوتك الداخلي. عارفة صوتك اللي بيقولك انت فاشلة أو انت تعبانة؟ لو سمعتيه كتير هتصدقيه. بدليه بكلمات فيها دعم. مثلا أنا قوية، أنا بستحق الراحة، أنا بنجح كل يوم. الكلام اللي بتقوليه لنفسك ده أقوى من كلام الناس مليون مرة. حفزي نفسك بنفسك. السر السادس: البعد عن السلبية. مش لازم تدخلي كل معركة، ولا تردي على كل تعليق يوجعك، ولا تحكي لكل الناس أسرارك. السعادة في الهدوء، في الخصوصية، وفي إنك تحافظي على طاقتك بعيد عن الدراما والمشاكل. السر السابع واللي أنا بشوفه أهم سر فيهم كلهم اللي يحقق لك السعادة الحقيقية: إنك تعبدي ربنا بس بحب، مش بخوف ولا روتين. صلي علشان تطمني، اقري قرآن علشان ترتاحي، ادعي ربنا وكلميه كأنه أقرب صاحب ليكي. السعادة الحقيقية بتبدأ لما قلبك يرتبط بربنا، مش بس بالأشياء. السر الثامن: ساعدي غيرك ولو بكلمة. في دراسة قالت إن أكتر الناس سعادة هم اللي بيساعدوا غيرهم. قولي كلمة طيبة، شجعي بنت محتاجة، ابعتي دعاء لصاحبتك. الخير بيرجعلك أضعاف وبيفتحلك أبواب الراحة. مش مهم قد ايه الحياة صعبة، المهم ازاي تختاري تعيشيها. اختاري تكوني ممتنة، متصالحة، قريبة من ربنا، وواعية لنفسك. اختاري تكوني أسعد واحدة في العالم، لأن السعادة قرار. عايزة أقولك حاجة أخيرة ومهمة: السعادة مش في اللبس الغالي، ولا في البيت الكبير، ولا في الناس اللي حواليكي. السعادة الحقيقية جواكي، جوا قلبك، في نيتك، في رضاكي، في نظرتك لنفسك. كل يوم بتعيشيه هو فرصة جديدة علشان تختاري تكوني سعيدة، علشان تحتضني ضعفك وتحتفلي بقوتك، علشان تقربي من ربنا وتلاقي في قربه طمأنينة عمرها ما كانت موجودة في أي حد أو أي حاجة تانية. السعادة مش بتتساقط علينا فجأة، السعادة بنتعب علشان نوصل لها ونتعلم نحافظ عليها. بتبدأ بقرار صغير: أنا هختار أكون مبسوطة مهما حصل. وأخيرا، لو الفيديو ده لمس قلبك ياريت لايك علشان ينتشر ويروح لأي حد محتاج يسمع الكلام ده، وما تنسيش تكتبي لي في التعليقات أنا قررت أكون سعيدة. وفي نهاية الفيديو أحب أشكركم وأقول لكم انتظرونا في الفيديو الجاي. مع السلامة.